السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فك لغز مقتل شاب وشابة نواحي تارودنت. تمكنت عناصر الدرك الملكي بتارودنت من فك لغز جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها شابة يبلغ عمرها 18 سنة وشاب عشريني عثر الاثنين الماضي على جثتيهما داخل منزل مهجور في دوار عين المديور التابع لجماعة مشرع العين. وأسفرت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي مباشرة بعد العثور على الجثتين عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي تم توقيفه قبل أن يتم توقيف شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذا الفعل الإجرامي. وحسب المعطيات المتوفرة لصحافة المغربية فإنه يرجح أن يكون الهالك حاول التصدي الاعتداء بالسلاح الأبيض نفذه الموقوفون ضده من أجل إرغامه على التخلي عن الفتاة التي عرضوها لاعتداء جنسي قبل أن ينهوا حياتها خنقا، فيما فارق رفيقها الحياة متأثرا بنزيف حاد نتيجة الطعنات التي تلقاها. وبعد تنفيذ الجريمة التي هزت الرأي العام عمد الموقوفون إلى نقل الجثتين على متن دراجة ثلاثية العجلات صوب المنزل المهجور في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وتمويه المحققين. وتم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأغادير لكشف ظروف وملابسات هذا العمل الإجرامي. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم جديدنا. شكرا لكم.